السلام عليكم أحبائي وتحية طيبة لكم وعيدكم مبارك سعيد. بهذه المناسبة بغيت نشارك معكم القطبان ديال اللحم ديال غنمي ديال العيد، إذن بالتتبيلة اللي كنستعملها دائما، إذن كيجيني بنين وكيصبح طري. التتبيله اللي كندير لهاد القطبان اذا يخليهم كتجي داك المذاق ديالها روعه، اذا ما تشبعوش منه. اذا على بركه الله. اذا هنا باش ما ضيعتش الوقت اذا في الفيديو، اذا التقطاع ديال اللحم راه معروف بطبيعه الحال، كما قلت اللحم ديال الغنمي اذا كنقطعوه متساوي تقريبا بحال هكا، اذا يكون يعني داك التقطيعه تقريبا مربعه وكتكون متساويه ومتوسطه في الحجم ديالها، باش كتجي طريه في الطياب، ما يجيش شي يعني محروق وشي طيب بزاف ولا شي يبقى خضر. اذا شنو كنستعمل ليه؟ اللي معروف قزبر ومعدنوس مقطع رقيق مع البصله مشلضه جيدا. ثم اذا كنضيف زيت الزيتون غير شويه، غير الجهد اللي غادي غير تدهن بها داك اللحم. ثم بالنسبه للتوابل اذا كندير معلقه صغيره مع عمراش اذا ديال البزار، الملح، سكينجبير، ثم نص معلقه صغيره ديال الثومه المجففه تحميره، ثم 2 معالق صغار ما عامرينش دائما ديال الكمون وديال القزبر المجفف، ثم ديال السيبولات او الثوم القصبي. اذا هاد التتبيله اذا كتعطيها واحد المذاق كيجي لا روعه. بسم الله. كنصافي وتنخلط اذا كل شيء وتنخليه يترقد تقريبا واحد الساعتين. اذا مخليش كتر باش ما كيطلقش الماء بزاف، لان مع الملحه اذا فهاد اللحم تيطلق الماء. ومن بعد غادي نرجع معكم باش نشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالو في الجهد. اذا الطياب ديالو يمكننا نديرو اما الفاخر ولا نديرو هذاك الشوايه الكهربائيه. اذا اليوم انا غندير الشوايه الكهربائيه لان ما يعني داك الغاز اللي كيطلق الفاخر اذا كنتحملوش، داكشي علاش غندير غير الشوايه. ولكن اذا صدقوني بان بالفاخر كيجي احسن، لكن انا مضطره، عذروني. اذا ها هو اللحم ديالنا دابا موجود. اذا غادي نغلق عليه ونخليه في الثلاجه اذا كما قلت على الاقل واحد الساعتين ونرجع معكم. رجعت معكم احبائي. اذا بعد ما مر الوقت اللي قلت لكم على ان هاد القطبان ديالنا ترقدوا مزيان، وكما قلت انا خليتهم في الثلاجه. ومن بعد اذا في اخر مرحله قبل ما نشويو اذا غندير شويه ديال الخل باش كيعطيهم واحد البنه، وفي نفس الوقت انه كيرطب عليهم، يعني كيوليو مرطابين يعني كيبقاو طريين. اذا كنحركو، نقدروا نديروهم قبل، ولكن انا كنفضل بانه يعني نديرهم دابا باش كتبقى ديك المذاق ديال الخل حتى هو. هذا الخل بالحامض يعني تيعطيهم مذاق يعني مميز. ودابا صافي غادي ندوزو اننا باش نعمر القطبان ديالنا ونبداو نشوي. رجعت معكم احبائي. اذا بعد ما عمرت القطبان ديالنا ودرتهم في الشوايه، اذا هي شعلتها،
اذا غادي ساهله درتهم هنايا. اذا ساهله باننا يعني دغيا غادي يعني نقلبوهم مره واحده بلا ما نبقاو نقلبوا كل واحد بوحده. اذا عمرتهم بالقياس ديالهم باش ما يفوتوش داك الجهد ديال العافيه. اذا تيكون ساهل باننا دغيا نقلبوه في مره واحده، اذا باش يكون الطياب ديالهم كله يعني متقايس ويطيبوا في مره واحده، ما تبقاش جهه باقا جهه طيبه وجهه خضراء. رجعت معكم احبائي. اذا القطبان ديالنا هما موجودين، اذا محمرين القياس ديالهم هما. وكنقدموهم بهذه الطريقه. كنقدموهم اذا في طبيسيل بحال هكا. اذا الطريقه ديال التقديم كنا نفرشوا لهم هذيك السلطه ديال الخس، اذا كيعطيها واحد المنظر جميل، ولا الكزبر والمعدنوس اذا كيعطي هذاك المذاق، اذا ديك النكهه اذا ديال القزبر والمعدنوس مع السخونيه كتطلع هي هذيك. واذا كيكون يعني المذاق ديالهم اذا جيد. اذا طريقه التقديم كتبقى مختلفه، اذا كل واحد على حسب الذوق ديالو، على حسب الفكره ديالو. اذا كنقدم لكم بالصحه والسلامه، اذا راحه البال، وكل عام وانتم بخير، وكل عيد اضحى وانتم بالف صحه وسلامه. وكنضرب لكم موعد في وصفه مقبله اذا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.